السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة مهمة جدا فوق ما تتخيل. هعلمك ازاي تعمل كفر، ازاي من الاول خالص من الصفر لحد ما تسلم البي دي اف بمقاسات الطباعة اللي هتسلمها للمدرس او الكلاينت اللي معاك. بس قبل ما نبدأ، اول حاجة تصلي على سيدنا محمد، تاني حاجة تتأكد انك عامل سبسكرايب للقناة، ويلا بينا نخش على الشرح بتاعنا على طول. بالمناسبة أنا هسيبك الملحقات في وصف الفيديو. يلا بينا بقى ايه، نبدأ ونشوف المقاسات اللي هنشتغل عليها. أول حاجة احنا هنشتغل على مقاس اللي هو ال A4. فأول حاجة باجي من قائمة فايل، نيو، هشتغل على مقاس. طبعا هحاول هنا من السنتي، من البكسل للسنتي، والعرض بتاعنا اللي هو المقاس العادي هيبقى 21، والطول هيبقى 29.7. طب الريزوليوشن هيبقى كام؟ الريزوليوشن هيبقى 300. اي حاجه انت بتشتغل عليها طباعه هتبقى 300 او 150 على حسب الجهاز بتاعك هيستحمل ولا لا. طيب بالنسبه للكالر مود هيبقى بدل الار جي بي هيبقى سي ام واي كي. وبعد كده هدوس كرييت. فتح معانا التصميم اهو. على بقى ايه، نبدا ان احنا نجيب الملحقات واحده واحده. طيب تعالى يلا نجيب الباك جراوند مع بعض ونحطها في البروجكت بتاعنا. هنكبر على قد ما نقدر وهننزل ده تحت كده. تمام تمام. تعالى هنجيب الأهرامات. بالمناسبة ده مدرس تاريخ، فقلنا ندمج الحاجات اللي هي التاريخية بحيث إن احنا نعمل حاجة في الآخر شكلها يدل إن هو تاريخي من الوهلة الأولى. هنسحب طبعا، هنعمل هنا convert to smart object عشان لو عايزين نعدل عليها أي حاجة، وعشان برضو لو كبرت وصغرت ما يبكسلش معاك. هنسحبها كده في التصميم بتاعنا، وأبدأ إن أنا أكبرها كده. كان في تمبل معبد أنا كنت برضو منزله، كان هو ده. هعمله برضو هنا convert to smart object. كده كده هو بي ان جي، فهسحبه على طول على التصميم بتاعنا. نصغر يا باشا كده عشان نخلي النسب متساوية. طبعا انا مش عايز الحتة دي تظهر معايا، فهضطر ان انا انزل الصورة بتاعتي شوية واكبر عشان انا عايز السحاب بس. تمام تمام. طبعا هنا هنصغر شوية المعبد ده كده بالظبط. حلو. كده يبقى انا حطيت المعبد والاهرامات. تعالى بقى نلعب في الالوان بتاعه الاهرامات والمعبد عشان نخليه ميرج او نعمل مانيبيليشن ما بين الالوان والباك جراوند. فهنيجي هنا من الادجستمنت لاير، هتلاقي حاجه اسمها سيلكتيف كلر، ودي وظيفتها ان انت بتخلي المود بتاع الاوبجكت بتاعك نفس المود اللي انت عايز تعمله وتتحكم فيه. فهعمل كنترول الت جي او جي عشان اعمل كليمنج ماسك. واجي من هنا بقى اللون الاحمر ده اتحكم فيه زي ما انا عايز. هاجي هنا الاحمر ازوده شويه، هاجي هنا من الماجنتا كده، هاجي هنا عند البلو ازودها ناحيه البلو شويه. ممكن الاسود ده مثلا اخففه. بص كده قبل وبعد هتلاقي ان الموضوع فرق معاك شويه. هتيجي هنا برضو هتقوم عامل سيلكتيف كلر، تعمل لك كليبنج ماسك، وتبدا ان انت تتحكم في الالوان بتاعتك. هنروح ناحيه الماجنتا، هنروح ناحيه البلو، وبكده يا سيدي قبل وبعد. كده الموضوع بقى واضح معانا بشكل كويس الى حد الان. طبعا هنكبر دي بس شويه كده بس. احنا غلطنا هنا غلطه رخمه شويه. المفروض واحنا بنعمل المقاس بتاعنا هخلي المقاس في الاول ار جي بي عشان اقدر اتحكم في الالوان واقدر اتحكم في الكاميرا رو فلتر. تعالى بس نقفل الكلام ده. هنسحب كل اللي احنا عملناه هنا
ونحطه على الproject بتاعنا اللي هو بالRGB كده بالضبط. تمام، تمام. طيب ونقفل دي كمان عشان مش محتاجينها. تعالَ بقى نجيب صورة المُدرِّس اللي معانا. في صورة المُدرِّس اللي معانا طبعًا قصّيتها وعملت هنا convert to smart object وبعد كده هاسحبها في التصميم بتاعي. طبعًا لازم أخلّي هنا الحاجة دي تحت كده، وهابدأ أصغّر شوية وأنزّل لتحت وأكبّر على قد ما أقدر، ممكن أجيب دي بميلة شوية كده بحيث تبقى مضبوطة. تمام، تمام. وهنسيبها كده، نبدأ إن إحنا بقى نلعب شوية في حتّة الretouch والكلام ده كُلّه. طيب تعالَ بقى نلعب ونشوف الskin tone والretouch إحنا بنعمله إزاي، أنا طبعًا شارحه في الcourse بس هاقوله بشكل سريع هنا، طبعًا تفصيليًا في الcourse. فأول حاجة بنعملها إن إحنا بنيجي نعمل new layer ونعمل control alt J عشان نعمل clipping mask، ونبدأ إن إحنا نجيب أداة الspot healing. معلش الأدوات هنا مختفية عشان في بس مشكلة في version البرنامج، أنا هاقول لك على اسم الأداة، هي الأداة اللي هي spot healing اللي هتبقى هنا نفس الشكل ده كده بالضبط. فنبدأ يا باشا إن إحنا إيه، نصغّر كده ونشيل الحبوب الزيادة اللي مش ليها لازمة في الصورة بتاعتي أو في الcharacter بتاعتي. واحدة، واحدة بنبدأ نشيل الكلام ده، وفي حاجة بتبقى أساسية تبع البشرة فبنسيبها زي ما هي. تمام كده، تمام كده. طيب إيه تاني خطوة بنعملها؟ تاني خطوة بنعملها المفروض إن إحنا قبل ما نعمل دي، نخش على filter camera raw filter بحيث إن إحنا نضبط الألوان ونصحّح الألوان شوية. هابدأ هنا إن أنا أزوّم وأخلّي دي كده عشان يبقى before وafter. طيب أول حاجة بنيجي من الlight هنقلل الhighlight سيكا اللي هي الأماكن الفاتحة، ونزوّد الshadow حاجة بسيطة. الكونتراست هنسيبه زي ما هو والexposure نعلّيه بس كده، والwhite هنا نقلّله، والblacks ممكن نقلّلها شوية. طبعًا الcolor هنا ما بنلعبش في الcolor خالص، نيجي على الeffect نزوّد شوية texture شوية clarity كده وبس. وبعد ما تعمل كل ده هتشوف هنا إيه before وafter. بُص before after الموضوع فرق معاك جدًا. وبعد كده هتدوس OK عشان نخش بقى على حتة الretouch. طبعًا هنفعّل دي زي ما كنا عاملين، بس إحنا ممكن نشيلها ونعملها تاني. يبقى أداة الspot healing وأبدأ واحدة، واحدة أشيل الحبوب والحاجات الزيادة اللي عندي. تمام، تمام. طيب إيه تاني خطوة باعملها؟ تاني خطوة باعملها طبعًا إن أنا باعمل الdodge and burn. طيب قبل الdodge and burn أنا باعمل الخطوة اللي هي الselective color زي ما عملنا مع الtemple اللي هو المعبد والأهرامات. فهاجي من الselective هنا عامله برضه clipping mask وأبدأ بقى إن أنا أحدد أنا عايز تعالَ بس نحطها هنا كده. هاقول له مثلًا أنا اللون الأحمر عايز مثلًا أحمّره شوية، واللون الأصفر أودّيه ناحية الأصفر سيكا. وهنا البلاك مثلًا ممكن أقللها أو أزودها على حسب ما أنت عايز، وطبعًا كده خلاص مش محتاجين نعمل حاجة تاني. تعالَ بقى إيه، نحطها هنا عشان بس ما تعملش زحمة. تعالَ بقى نعمل الdodge and burn. طيب بنعمل الdodge and burn إزاي؟ طبعًا عشان إحنا نحدد لو أنت حددت تلقائي المناطق الغامقة أو المناطق الفاتحة هتلاقي نفسك بتتلخبط شوية. فأنا اللي أنا باعمله إن أنا باجي هنا من adjustment layer على حاجة اسمها black and white اللي هي تحت الcolor palette. لمّا بافعّلها بيحوّل لي التصميم كلّه black and white. فهاعمل طبعًا clipping mask عشان أنا عايزه على layer الcharacter بس،
وابدا يا باشا ان انا اجي هنا من السوليد كلر اعمل الكود ده 80 80 80 بحيث ان هو يعمل لك اللون الرصاصي، وتبدا ان انت تعمل له دبليكيت وتسحب الاتنين مع بعض وتعمل لهم كليبنج ماسك. وتبدا يا باشا ان انت تيجي هنا من الحاجات دي من البلندنج، هتعمل لينر بيرن، تيجي هنا تعمل كنترول اي، وتيجي على الكالر فيل اللي فوق وتعمل لينر دوج عشان التفتيح، وتعمل كنترول اي، وابدا بقى يا باشا اجيب البراش بتاعتي. طبعا اتاكد ان انا اعملها هنا مثلا وليكن 23 والفلو 25، وابدا بقى ان انا ازود واصغر البراش بتاعتي. كده كده هو حدد لك الاماكن الغامقه والاماكن الفاتحه، فهبدا امشي واحده واحده على المناطق الغامقه بتاعتي. مناطق الغامقه بمشي هنا واحده واحده خالص بحيث ان الموضوع يبان لذيذ معايا. من ناحيه الدقن شويه عشان كلها غامقه يعتبر، واجي من ناحيه الشفايف كده، ممكن اسحب واحده كده واجي ناحيه الودن. طبعا الشعر المناطق الغامقه بعملها لك بس بشكل سريع، ولكن هي بشكل مفصل في الكورس اللي احنا عاملينه اللي هو كورس روفيجا. بالمناسبة هتلاقي لينك الكورس في البايو تحت أو في وصف الفيديو. تمام تمام. تعالى بقى نخش على المناطق الفاتحة. خش بقى هنا يا باشا ناحية المناخير كده نفتح الأجزاء دي، وعند العين برضو كده، وعند النني كده، عند الشفايف، وهنا، من ناحية القورة، من هنا برضو. تمام تمام. طيب بعد ما بخلص الخطوة دي المفروض أعمل إيه؟ المفروض إن أنت بعد ما بتخلص الخطوة دي هتشيل خالص بلاك أند وايت، هتعمل لها ديليت. تبدأ إن أنت تقف على الماسك بتاع الدوج أند بيرد، وتيجي هنا هيظهر لك في البروبرتيز اللي هي الماسك حاجة اسمها دينسيتي وحاجة اسمها فيزر. الدينسيتي مش هنلعب فيه. طب الفيزر هنا معناه إيه؟ الفيزر ده يا باشا معناه إن أنت عايز، بص يعني إحنا لو غيرنا مثلا، بص هتلاقي بتفرق معاك. فإحنا هنا مثلا هنعملها وليكن على 25.3، ونيجي هنا برضو نقف على الماسك ونعملها وليكن كده. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب عشان اعمل السكين تون بقى اظبطه ازاي؟ بص يا سيدي، هتيجي على اللاير الاصليه سواء الكاركتر او الاهرامات او اي حاجه، وبعد كده هتدوس كنترول وتيجي كله هنا تحدد معاك. فهتيجي من سيلكت، هتلاقي حاجه اسمها color range، لو دخلنا عليها هتظهر لك القائمه دي. فاحنا اول حاجه بنعملها الشادو، نعمل اوكي، هتلاقيه حدد لك المناطق الغامقه اللي معاك. فهنيجي هنا يا باشا من الادجستمنت لاير وهنعمل واحده كيرفس، طبعا نحطها فوق خالص، وابدا اجي من النص هنا واقوم جاي ساحب كده. بص قبل وبعد رسمت الكاركتر اللي معاك. وهنعمل نفس الموضوع مع البيرن دوج اوت. نيجي نعمل هنا كنترول ونحدد، ونيجي من سيلكت كولر رينج ونعمل مناطق الفتحه اللي هي الهايلايتس، وابدا ان انا اجي هنا الادجستمنت لاير اعمل كيرف
وهازوّده كده حاجة بسيطة وبعد كده أطلّعه فوق. طبعًا إحنا كده خلّصنا يعتبر الretouch اللي المفروض نعمله مع الcharacter بتاعتها. في حاجات بقى إحنا إيه لازم نعملها، اللي هو مثلًا زي القص، فطبعًا هنيجي هنا بالbrush هنرجّعها 100 و100 وأبدأ بقى إن أنا أمشي هنا حاجة بسيطة خالص، أشيل المناطق الزيادة اللي مش هيبقى ليها لازمة، اللي هي عيب من القص عمومًا يعني. باعمل لك الموضوع بشكل سريع علشان تفهم على طول. تمام، تمام. طيب في خطوة المفروض نعملها اللي هي الحاجة الواقعية جدًا. طالما هو ورا الكلام ده، فلازم الكلام ده يبقى عامل shadow على الجسم من هنا، فهنعمله إزاي؟ بُص، هتيجي هنا هتقف على الlayer اللي هي فوق الspot healing وتعمل exposure، طبقة exposure وتقلل من هنا يا سيدي حاجة بسيطة، وبعد كده تعكس الماسك تعمل control I وتيجي بالbrush ناكس هنا للأبيض عشان يظهر، وأبدأ إن أنا أمشي هنا كده بحيث إن أنا أغمّق الجزء ده. ونفس الموضوع هاعمله على الأهرامات بتاعتي. نيجي نعمل طبقة exposure ونقلل هنا شوية، وأبدأ آجي هنا يا باشا كده، أجيب البراش بتاعتي وأبدأ من ورا التمبل كده أقوم جاي راسم الشادو بتاعي. تمام، تمام. طيب عايزين نعمل شادو هنا بسيط، هنيجي هنا نعمل new layer ومن أداة الgradient tool أختار هنا اللون الأسود وأبدأ إن أنا أتك على shift وأسحب من تحت كده إيه حاجة بسيطة، وبعد كده هادوس OK وآجي أعمل هنا convert to smart object وأبدأ إن أنا أبططها كده وأكبرها بحيث إن أنا مش عايزها غامقة صرف. تمام. في هنا عيب في القص ممكن برضه نشيله عادي، اللي هو حاجات بتبقى جاية من الsetup اللي كان وراه. أبدأ إن أنا واحدة واحدة من هنا أبدأ إن أنا أشيل الزيادة دي. طبعًا الموضوع متعب شوية ولكن من أفضل الحاجات اللي أنا باشوفها في القص كويسة بصراحة، لإن أنت ما بتعتمدش على الselect subject بس. تعالَ كده نجرب حاجة سوا، لو نفعت تمام ما نفعتش خلاص. خلّينا زي ما عشان بس وقت الفيديو بتاعنا، فهاسيبك أنت بقى تضبط الكلام الباقي ده، لإن الموضوع ده بياخد وقت جدًا، بس في الآخر بيضبط صدّقني. تمام، تمام. طيب، إيه تاني المفروض يتعمل؟ تعالَ بقى إيه، نجيب الicons واللوجوهات والكلام ده كلّه اللي هو بيتحط. هنيجي يا باشا نجيب لوجو المستر واللوجو بتاعي، بس طبعًا إحنا جبناه هنا عملنا ليارات بوّظناها، فهنطلّعها فوق خالص وأبدأ إن أنا أسحب من التصميم بتاعي هنا، وبعد كده أدوس OK.
طيب لو جينا خدنا بالنا في التصميم بتاعنا هنلاقي إن إحنا عاملين هنا 4 أشكال، 4 rectangle و4 rectangle وعاملينه بطريقة screen كده وblending mode وبطريقة كويسة يعني، فالمفروض إن إحنا هنعملها إزاي؟ طيب قبل ما نعملها تعالَ بس ناخد الpattern اللي ورا دي، اللي هي الحاجات الفرعونية أو اللغة الفرعونية، وهنحطها ورا الكاركتر بتاعنا، بحيث إن هو برضه يدّي شكل، وبالمناسبة أنا عملت لها شوية جوزن بلور كده عشان ما تبقاش باينة أوي. تمام، تمام. طيب إيه تاني المفروض يتعمل؟ في هنا لو خدت بالك هتلاقي في هنا شوية نار، تمام، وكل ده طبعًا أنا باسيبه لك، ولكن أنا بافهّمك الدنيا مشيت إزاي. هنحطه كده عشان يعمل effect كويس. تمام، تمام. تعالَ بقى نرسم المربعات اللي ورا اللي قصدي المستطيلات اللي ورا اللي إحنا عملناها. هابدأ إن أنا أحطها ورا خالص فوق اللغة الفرعونية دي، وأبدأ إن أنا أكررها كده بنسب متساوية. بعد كده هاجمّع كله مع بعض، وأبدأ إن أنا أميّلها بالطريقة دي. واقوم جاي عامل كنترول J عشان آخد نسخة وأعملها الناحية التانية بالطريقة دي. ممكن بقى أجمعهم كلهم كده وأغير الblending mode بتاعهم بscreen، تلاقي الموضوع بقى لذيذ معاك جدًا. ممكن إيه نقرب بس شوية كام شكل دول اللي في النص كده. طبعًا جه الوقت إن إحنا نسمي المذكرة بتاعتنا، فأنا برضه حاطط لك في الوصف تلاقي الtext effect موجود. اللي هو stone edge افتحه كده. بعد كده طبعًا أول ما يفتح معاك كده هتيجي تفتح دي، وتيجي هنا على Smart Object، ودي فايدة الSmart Object إن أنت بتقدر تعدل أي حاجة جوه الملف ذات نفسه، بدون إنك ترجع بقى وتعيد التصميم والكلام ده كله. فنكنسل من هنا. طبعًا عشان الوقت إحنا هنجيبها على طول على التصميم بتاعنا، نحطها في النص كده على طول. تمام، وهاقول لك إزاي أنا عملتها دلوقتي. ونجيب كمان كلمة في التاريخ ونحطها تحت كده. ممكن نزود الشادو ده شوية. عشان الموضوع يبان لذيذ معانا والكلام كله يبان. طيب هل في حاجة تانية ناقصة في الcover بتاعي؟ فأقول لك إن كده يعتبر الfront بتاعنا خلص. طيب فاضل إيه؟ فاضل التلوين. بس قبل التلوين تعالَ بقى أقول لك أنا إزاي عملت الtext effect ده. طبعًا زي ما قُلت لك هتدخل هنا، هتمسح الlayer اللي كانت موجودة هنا، وهتضيف الtext بتاعك وتبدأ إن أنت تتّك close، وهيقول لك عايز تحفظه والّا ما تحفظوش، هتقول yes. هتفتح يا باشا اللي هنا هتلاقيه اتفعّل معاك، وهتبدأ إن أنت تخفي الlayer دي وتخفي الlayer دي كمان، وتبدأ إن أنت بقى تفتح دي وتشيل edge وتشوف بقى الكلمة اللي أنت هتحطها هنا، وبعدين تعمل merge لكل اللايرات اللي عندك وتعمل لها convert to smart object وتبدأ تسحبها في التصميم بتاعك. طيب تعالَ بقى نكمّل اللي إحنا بنعمله. إحنا هنا طبعًا هنلوّن على طول.
هاجي فوق كل ده هاعمل Control Alt Shift E، وبعد كده Convert to Smart Object. هاقول لك بقى إحنا عملنا إيه في Camera Raw عشان يطلّع التصميم بالشكل اللي قدّامك ده. ممكن مثلًا هنا نرسم Light، نيجي من Inner Glow، اتأكد إن أنت عاملها Linear Dodge، اتأكد إن أنت عامل دي إحنا هنفتح الBlending Style بتاعتنا، هو بس الجهاز تقيل شوية. اتأكد إن أنت عاملها Linear Dodge، وأبدأ إن أنا أختار اللون من لون الBackground اللي في السما، وأبدأ إن أنا هنا الRange أقلله حاجة بسيطة، والSize عشان يعمل لي الحواف بتاعتي كده. بعد كده أدوس OK، وآجي من هنا بقى هاعمل Create Layer، وأبدأ أعمل ماسك، وأجيب البراش بتاعتي، وأبدأ إن أنا أمسح اللي هنا، وأسيب اللي موجود هنا. وطبعا كده هنلون بقى التصميم بتاعنا. نخش بقى على الكاميرا رو ونشوف احنا عملنا ايه بالظبط. هتلاقي يعتبر نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الكاركتر المدرس المحطوط. جيت هنا اول حاجه من اللايت قللت هايلايت، سبت الكونتراست والاكسبوجر زي ما هو، ولعبت في الشادو زودته. بعد كده جيت على الافكت، زودت تيكتشر، زودت كلاريتي، الجهاز زي ما هو ما بلعبش فيه، لان لو لعبت فيه الموضوع بيبوظ معايا. والفيجنيت اللي هي الحواف السوداء بظبطها -22 دايما، وبعد كده هدوس اوكي. ده اللي احنا عملناه في التلوين. طيب بالنسبه للظهر يا باشا، الظهر احنا هنيجي نفتح مقاس تاني برضو، هو نفس المقاس، بعد كده ندوس كرييت. هجيب بقى ايه الباك جراوند بتاعتي بالرموز الفرعونيه والاهرامات والمعبد، وابدا ان انا احطهم ورا في الظهر. طبعا كل ده يتعمل له بلور حالا اهو. تمام تمام. دوس اوكي، وابدا ان انا اعمل ميرج لكله، كنترول اي، كونفيرت تو سمارت اوبجكت، واجيب يا باشا كده فلتر بلور، جوزن بلور، اديها حته كده بلور بسيطه، وابدا اجيب الجريدينت اللي انا عملتها احطها كده بالظبط. تمام تمام. ايه تاني المفروض يتعمل؟ تعال نجيب اللوجو بتاعنا ونحطه تحت كده. تمام تمام. طب احنا عايزين نعمل تيبوجرافي بره ورا اللي هو اللي بينا تاريخ. تعالى بقى نخش هنا، هنرجع كل حاجه زي ما كانت. نبدا ان احنا نخش هنا، نعمل بقى يا باشا التيبوجرافي بتاعنا اللي استخدم فونت اسمه فودا، اللي هو ده. يعني بعد المسافات شوية حاول احنا نبعدها من هنا.
طبعًا هنا هي مش عايزة تتضبط. طبعًا إحنا هنبعد المسافات شوية. حلو، تمام أوي كده. بعد كده هنعمل save زي ما قُلت لك، هتلاقيها اتعملت معاك هنا. هنجمّع يا باشا كده مع بعض دول في layer واحدة، بعد كده ندوس convert to smart object، وبعد كده نجيبها على الback بتاعنا. نعمل هنا اللي بعد كده نخش تاني. أنا باشرح لك بالتفصيل عشان الحاجة ما تكونش واقفة قدامك بس مش أكتر. فأنت لو يعني زهقان من الشرح الحاجة اللي أنت عارفها عدّيها عادي أو زوّد السرعة. نعمل ده كده برضه convert to smart object وأقوم جاي ساحبها على الfront بتاعي قصدي الback بتاعي. أحطها مثلًا وليكن بالشكل ده، ونيجي بقى لآخر واحدة نكتب كلمة تاريخ. نصغّرها شوية كده، وبعد كده نعمل yes. زي ما اتفقنا نجمّع كلّه كده سوا. نصغّرها شوية كده. ممكن بقى نجيب 4 rectangle من اللي إحنا عملناهم ورا الماستر أو ورا الكاركتر، ونحطهم ورا الtypography بتاعنا بالشكل ده وليكن. ممكن نكررها ونزودها وليكن من تحت كده كأنها يعني رايحة لفوق، ونكررها كمان من هنا. تمام، تمام. بعد كده هتيجي بقى تعمل control alt shift E، بعد كده convert to smart object، ونبدأ إن إحنا نجيب بقى الستايل اللي إحنا عملناه هنا، هتحطه هنا كده. ممكن نعمل حاجة لذيذة، ممكن نزود النار اللي إحنا حطيناها في الفرونت بتاعنا بالشكل ده كده. هنجمع كل ده تاني convert to smart object ونسحب كده. تمام، تمام. وبكده يا سيدي أنت كده عملت فرونت وعملت الباك. طيب تعالَ بقى نشوف إحنا هنسلّمه إزاي للclient. طبعًا إحنا أول ما اشتغلنا لمّا عملنا CMYK وبعد كده غيّرنا لRGB، فتعالَ بقى نفتح ملف تاني، هنفتح بنفس المقاس بالضبط، بس بدل الcolor mode هنا هيبقى RGB لأ هيبقى CMYK، وندوس create. هيفتح لك ملف عادي جدًا. كل اللي هتعمله إن أنت لو الguide اللي هنا دي اللي هي دي مش ظاهرة عندك ومختفية، هتتّك control R، وتبدأ أنت تسحب line كده، وبعد كده تسحب الline كده، هتسحب الline على الحواف يعني. بعد كده هتيجي من image على canvas size،
والrelative دي لو مش متفعّلة عندك اعمل عليها علامة صح، وتيجي هنا تعمل من السنتي تعمل 1 وتقول له ناحية الشمال وتدوس أوكي عشان يعمل لك الكعب هنا 1 سنتي. طيب عايز الكعب 2 سنتي هتكتب له 2، عايزه 100 هتكتب له 100 اللي أنت عايزه. وبعد كده هتيجي من canvas size تاني هنعمل هنا سنتي، وهنا بنقول له العرض بتاعنا عايزينه 21 لإن إحنا لمّا فتحنا الملف في الأول 21 عشان يبقى واحد يمين وواحد شمال، اللي هو الوش والضهر والكعب يبقى من النُص، وهنعمل تَكّة 21 ونعمل شمال وندوس أوكي. وبعد كده هنجيب line من هنا وأقول له بقى سيب لي مساحات أمان عشان القص والبشر والطباعة والكلام ده كله. هنعمله هنا سنتي وأبدأ إن أنا أقول له سيب لي من هنا 1 وسيب لي من هنا 1 وأعلّم علامة في النُص كده وأدوس أوكي. هتلاقيه ساب لك حواف كده دي اللي هي بنسميها الsafe zone. تعالَ نسحب بقى الfront بتاعنا كده. طبعًا الكتاب إكمنّه عربي وباليمين، فهنحط الfront على اليمين طبعًا. أبدأ بس إن أنا أكبّر هنا بحيث إن أنا أخلّيها في النُص. والنُص التاني يعني ده هيبقى الكعب، الحتّة دي هتتقص، والنُص التاني هيبقى الback. تمام كده، تمام كده. وطبعًا لمّا باجي أصدّره باصدّره PDF من file save a copy وبعد كده بتعمله هنا PDF وتبدأ إن أنت تحفظه. وكده يا صديقي نكون خلّصنا الفيديو بتاعنا، وأتمنى طبعًا إنك تكون استفدت، وهاستنى تطبيقك، وأول ما تطبّق وتحمّل الملحقات وتطبّق وتخلّص كل حاجة ابعت لي، ولو في حاجة ناقصة المفروض تعملها هاقولها لك، لو الدنيا تمام هادّيك approve عليه، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. سلام.